السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في مطبخ إسراء. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي عبارة على خبيزات صغار معمرين بالكبدة المشرملة طيبين في الآلة ديال البانيني. فلا بغيتو تعرفوا الطريقة والمقادير فبقوا معايا وفرجة ممتعة. فكنبغي نقول لكم هاد الخبيزات في اقتراح ان شاء الله لشهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا. وكنتمنى بان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تعملوا لي لايك كيف ما العاده وتبارطاجي مع جميع الاصدقاء ديالكم. بسم الله. اما بالنسبه للمقادير ديال الحشو، غادي نحتاجو نص كيلو تاع الكبده تاع الدجاج اللي غسلته مزيان ونقيته ورقدته تقريبا 5 تاع الدقائق في الماء مع الخل وشويه تاع الحامض، ومن بعد عاد كنصفيه. وغادي نحتاجو نصف كاس تاع زيت زيتون، نصف كاس تاع عصير تاع الحامض اي الليمون، وغادي نحتاجو 3 الفصوص تاع الثوم، بصله وحده اللي شلطتها على هذا الشكل قطعه رقيقه، وغادي نحتاجو 2 معالق تاع القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الفلفل الحلو اي التحميره، اي الكنجبير، شويه تاع الابزار اي الفلفل الاسود، شويه تاع السوداني اي الشطه، شويه تاع الكمون، شويه تاع الخرقوم البلدي واي الكركم، وشويه تاع الملح حسب الذوق. وندوز باش نشرملو الكبده. فكنوضع الكبده، بصله، قزبر ومعدنوس، ثوم، توابل، حامض، زيت زيتون، وغادي نخلط كلشي وغادي نخليه يترقد. كما طيبنا الخبيزات فقد ما ترقدات الكبده في تشرم ولا كتشرب لنا العطريه كتجي زوينه. وبالنسبه للعجين تاع الخبيزات غنحتاجو معلقه كبيره تاع الخميره الفوريه، ممكن تستعملوا الخميره المعجونه، ونحتاجو شويه تاع الملح، ملعقه كبيره تاع السكر سنيده، نصف كاس تاع زيت زيتون، ملعقتان تاع الخل تفاح كيف ما ممكن تعوضوه بالخل الابيض او الخل العادي. وغادي نحتاجو 300 غرام تاع الدقيق الفورس اي ما يعادل 2 كيسان تاع القياس تاع كاس العنبه. وغادي نحتاجو 150 غرام تاع القمح الاصفر اي ما يعادل كاس واحد تاع كاس العنبه. وغادي نحتاجو الحليب دافئ للعجن. بالنسبه للسوائل دائما كتعتمد على حسب النوعيه تاع الدقيق، فكاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. كافي غنوضع كلشي وغادي نعجنهم عجينه عاديه تاع الخبز. بالنسبه للحليب كنبدا نضيف غير بالتدريج غير بشويه ولا كنخلط. صافي بعد ما جمعت لي العجينه فكنحاول ندلكها مزيان اللي تكون عندي واحد العجينه اللي تكون رطبه ولينه. فبالنسبه للخبيزات كيجيو زوينين بزاف ان شاء الله في رمضان كيجيو الفطور زوينين، او ممكن تستعملوهم لشي غدا خفيف او لا ولا عشاء خفيف، فهما كيجيو زوينين بزاف. فكنغطي العجين ديالي وكنخليها حتى تختمر ماشي بزاف غير شويه، ومن بعد كنخرج من هذاك الهواء اللي كيكون في العجين وكنقطعها باش نشكلها على شكل كريات متساويين بهذا الشكل. فلا بغات السيدة تعبرهم بالميزان باش يجيوها الكريات قد قد ممكن تعبرهم في الميزان بهذا الشكل. صافي بعد ما شكلت الكريات غنخليهم حتى كيخمروا، وبعد ما كيخمروا كنقرصوهم شويه وعاد كنخليهم عاوتاني يخمروا، وكنوضعوا في الاله ديال البانيني حتى كتسخن، وعاد كنخبزوا الخبيزات ديالنا وكنوضعهم في واحد الزيف وكنغطي عليهم باش يبقاو لينا رطبين على هذا الشكل. فهما في الصراحه كيجيو زوينين بزاف. صافي كنغطي عليهم ونخليهم حتى كيبردوا وندوزو باش نشوفوا الحشو ديال الكبده اللي شرمنا من قبل. فكنضعتها في المقله وكنضع على عافيه اللي تكون مهيله وكنخليها حتى كتشحر مزيان حتى كطيب لينا الكبده. فبالنسبه لهاد الطريقه ديال الكبده كتجي زوينه بزاف، فهذه فرصه للناس اللي ما كياكلوش الكبده ديال الدجاج، فهذه فرصه يجربوها كتجي زوينه بزاف.
صافي بعد ما وجدت عندي الكبده ووجد عندي الخبيزات، فغادي نحلهم من الوسط وكنعمرهم بديك الكبيده. فهما في الصراحه كيجيو حتى على شكل ساندويتش، كيجيو زوينين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا ملي معمرين بالكبده مشرمله. فكنتمنى بان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو مع جميع الاصدقاء ديالكم اللي تامل الفائده. ونقول لكم شكرا على المتابعه، في وصفه مقبله ان شاء الله من وصفات مطبخ ام اسراء. بسلام عليكم.